السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. معاكم سماح احمد، والنهاردة بقى هنعمل مع بعض كباب البتنجان وكفتة البتنجان. حاجة كده تسموها كباب او كفتة، بس جميلة جدا جدا واقتصادية جدا وصحية ومفيدة جدا. حاجة يعني فوق الوصف، جميلة ان شاء الله تعجبكم بإذن الله. مكوناتها بسيطة جدا، سهلة جدا جدا جدا، وهتعجبكم، وإن شاء الله لما تجربوها هستنى رأيكم في التعليقات. بس يلا بقى اعملوا لي لايك والشير وسبسكرايب واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أول حاجة أنا جبت بتنجانتين رومي وقشرتهم، ويلا بينا نشوف باقي المكونات. يبقى أول حاجة في المكونات البتنجانتين الرومي، هما دول أساس الكباب، وطماطمايه عاينة منها البذر اللي جوه، مش عايزة فيها أي مية خالص، طماطمايه واحدة. ومعايا 3 معالق كبار بقسماط، ومعلقتين نشا، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وبصلتين مفرومين، وحبة بقدونس وقرن فلفل. والتوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر، ومعلقة كركم، ومعلقة كمون، ومعلقة كزبرة، ومعلقة فلفل أسمر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة ملح صغيرة. كل ده معالق صغيرة. وطبعا الملح حسب الرغبة، يعني كل واحد بيحط الملح على حسب ما بيحب. يلا بينا نشوف بقى الطريقة بتاعتنا هنعملها ازاي. أول حاجة أنا جبت البتنجان اللي أنا مقشراه، هقطعه كده مكعبات أو أي حاجة. احنا كده هنشويه بقى في الفرن عشان يكون بطريقة صحية، بلاش بقى الزيت الكتير وكده، لأنها بيبقى مضر. أنا جبت صينية بقى دهنها دهنة خفيفة زيت، واحط فيها البتنجان اللي انا مقطعاه، ومعلقة واحدة بس زيت، واقلبهم كده مع بعض. وبعد كده ادخل بقى الصينية في الفرن على الشبكة، بحيث ايه ان هو يتشوي، ولا بقى هسلق ولا حمر ولا هشوي على البوتاجاز. الطريقة دي سهلة جدا. هو كده انا خلصته، وهرسه بقى كده بالمعلقة. طبعا انتوا ممكن تشويه على البوتاجاز عادي، بس انا بحب يعني الطريقة دي اسهل. بعد كده بعد ما هرسته حطيت التوابل بتاعتي، وحطيت البصل، وحطيت الفلفل والبقدونس والطماطمايه، كله مفهوش ميه. وحطيت البقسماط والنشا والبيكنج باودر. لو حابين تحطوا بضايه تحطوا بضايه، مش حابين بلاش، بس انا بحبها كده من غير بيض. ونقلب كده كويس. نقلب كده بالمعلقه كويس. وبعد كده اجيب طبق بقى فيه حبه زيت صغيرين، واجيب الصينيه بتاعتي دهنها برضو زيت، واحط في ايدي كده حبة زيت، واصبع بقى، اعمل الشكل اللي يعجب، يعني كل واحد يعمل الشكل اللي يعجب. احلى كفتة اهي او احلى كباب بتنجان. تعمل بقى سندوتشات بيبقى تحفة، مع طماطم وخيار بقى ايه. مفيد جدا وصحي جدا، ومفهوش اي حاجة متحمرة ولا اي حاجة.
صبع كده زي ما بنعمل الكفتة. لما تجربوها ان شاء الله هستنى رأيكم في التعليقات. كده بقى انا خلصت، دهنت الصينية ورصيت فيها الكباب بتاعنا. ايه رأيكم؟ ندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هي بتقعد حوالي ربع ساعة كده في الفرن، وأول بقى ما تخرج بتبقى بالشكل ده. ايه رأيكم؟ حاجة جميلة وطعمها جميل جدا. بصوا محمرة ازاي وجميلة ازاي، طعمها كمان أحلى وأحلى. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو وعجبكم طريقتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.